مساء الخير على كل مستمعين ومشاهدين راديو في السكة. أنا غدا يسري في برنامج الحياة حلوة. النهاردة هنتكلم عن السعادة. كلنا بندور على السعادة بس مش لاقيينها. عارفين ليه؟ أنا هقول لكم ليه. كل واحد فينا بيركز قوي على الحاجات اللي ناقصاه ويفضل يقعد ويفكر ودماغه تودي وتجيب، يا ترى الحاجة دي هتتحقق ولا لأ، وفي الآخر بننسى خالص ومش بنبص على الحاجات الحلوة اللي عندنا أصلا. النهاردة هنتكلم عن خطوات لو اتنفذت هتقدروا تحققوا السعادة أو هتحسوا بيها. 1. عارفين المثل اللي بيقول الفاضي بيعمل قاضي؟ المثل ده مظبوط جدا على فكرة. انتوا طول ما انتوا عندكم وقت فراغ او وقت فاضي كبير هتفضلوا تفكروا في كل حاجة بقى تضايقكم، كل حاجة ناقصاكم، وتفضل بقى دماغكم عمالة تودي وتجيب وتودي وتجيب، وهتدخلوا في دوامة مش هتعرفوا تخرجوا منها. عشان كده لازم دايما تشغلوا وقتكم، ولازم دايما تحاولوا تملوا وقت الفراغ بتاعكم ده بأي حاجة بقى. تروحوا الجيم، تاخدوا كورسز وتطوروا من نفسكم، لان ده هيخليكم تحسوا باحساس احسن ناحيه نفسكم. تعملوا علاقات اجتماعيه جديده، تتفرجوا على فيلم انتوا بتحبوه يضحكوا يخلي عندكم طاقه ايجابيه، تخرجوا مع اصحابكم. ممكن كمان ان انتوا تثقفوا نفسكم في اي مجال انتوا بتحبوه عن طريق الانترنت، وساعتها مش هتلاقوا اي وقت فاضي تفكروا فيه في الحاجات اللي بتضايقكم. 2. تسمعوا عن قانون الجذب. على فكرة قانون الجذب ده مش أي كلام، ولا هو كده كلام بنقوله وخلاص، لا، ده حاجة علمية ومثبتة علميا وليها أبحاث. يعني انتوا مثلا لو قعدتوا تفكروا إن حياتكم هتكون كلها مشاكل وهتبقى كلها حاجات وحشة، هيحصل كده فعلا. أنا عايزاكم بقى وانتوا مع نفسكم كده تقعدوا تفكروا في حاجات حلوة. تفكروا مثلا إنكم انتوا رحتوا سافرتوا مكان جميل، في بحر، في مناظر طبيعية جميلة، انكم راكبين عربيه احلامكم، انكم عايشين في بيت حلو قوي كده. عايزاكم تفكروا كده بجد وتصدقوا ده وتعرفوا حاجه. وصدقوني لو انتوا صدقتوا الكلام ده وفكرتوا فيه دايما، اولا هتحسوا بالسعاده وهتحسوا ان انتوا عندكم طاقه ايجابيه. تاني حاجه الحاجه دي ممكن فعلا تتحقق وتبقى حقيقه. 3. بلاش الروتين اللي انتوا بتحطوا نفسكم فيه ده. يعني تصحوا كل يوم تعملوا نفس الحاجات بنفس الخطوات بنفس الطريقه وتفضل حياتكم ماشيه كده بالشكل ده. لا، انتوا تحاولوا تجددوا من نفسكم ومن حياتكم. تعملوا انشطه جديده مثلا كل فتره، تخرجوا تروحوا مكان جديد، تغيروا شكل حياتكم، لان التجديد والتغيير بيديكوا طاقه ايجابيه وبيخليكوا كمان تستمتعوا وتحسوا بانبساط ان انتوا غيرتوا طاقتكم. 4. حاولوا دايما ان انتوا تساعدوا الناس اللي حواليكوا اللي انتوا بتحبوهم وتدوهم طاقه ايجابيه، لان الطاقه الايجابيه بتلف وترجع لكم تاني. بس خلوا بالكم من حاجه، انتوا لازم تختاروا الناس دي، لان في ناس لو انتوا مثلا رحتوا اديتوهم طاقه ايجابيه وتشجيع، في ناس اصلا بطبعها طاقتهم سلبيه او ما بيقدروش، فبالتالي ده هيعمل عليكم ضغط كبير جدا وهيخلي عندكم طاقه سلبيه اكبر. فانتوا لازم تختاروا الاشخاص دول، تنقوا ناس انتوا عارفين كويس قوي ان هم ايجابيين وان هم الطاقه الايجابيه دي هتاثر فيهم بالايجاب وهتنعكس دايركت عليكم. 5. بلاش تفكروا في اللي ناقص، حاولوا تفكروا في النعم والحاجات الحلوه اللي موجوده دايما عندكم، لان في ناس كتير للاسف بينسوا الحاجات الحلوه دي عشان بيقعدوا يفكروا في اللي ناقص. انا عايزاكم تجيبوا ورقه وقلم وتكتبوا الحاجات الحلوة والحاجات الوحشة. يعني مثلا تقولوا الصحة الحمد لله، الأولاد اللي عنده أولاد الحمد لله، اللي عنده أهل بيحبوه الحمد لله، اللي عنده أصدقاء الحمد لله، اللي راكب عربية حلوة الحمد لله، اللي عنده بيت جميل الحمد لله. أنا متأكدة إن انتوا لو عملتوا مقارنة ما بين الحاجات الحلوة والحاجات الوحشة هتلاقوا الحاجات الحلوة أكتر بكتير، وده هيديكوا طاقة إيجابية. وكمان اكتبوا أحلامكم واكتبوا حاجات انتوا عايزين تحققوها واسعوا في تحقيقها. كل ما هتحققوا حاجات في الورقة دي هتحسوا بطاقة إيجابية وهتحسوا بالسعادة. 6. وآخر حاجة وأهم حاجة ومن أكتر الحاجات اللي بتسبب السعادة هي الإحساس بالرضا. وخلوا بالكم
ان الرضا ده مش كلمة وخلاص، لا ده احساس لازم يكون نابع من جواكم، تكونوا فعلا راضيين عن اللي ربنا كتبه لكم وعن اللي عندكم، وتدعوا ربنا دايما ان هو يديكم اللي ناقص. وكل ما تحسوا بالرضا ربنا هيكافئكم وهيرضيكوا اكتر وهيديكوا اللي ناقص اكتر. وفي الاخر كلنا بندور على السعادة، بس للأسف بندور عليها عند ناس تانيين، وبننسى ان السعادة دي مصدرها من جوانا احنا، من نفسنا. حبوا نفسكم، قدروا نفسكم، اكتفوا بنفسكم، ما تستنوش السعادة من حد، اسعدوا انتوا نفسكم بنفسكم، لان ده اكيد اكيد هيخلي الحياة احلى. وبكده حلقتنا تكون خلصت النهاردة. المرة الجاية هنتكلم عن موضوع مهم وخطير ومفيد جدا، ازاي نقدر نعرف امكانياتنا ومواهبنا ونوظفها صح عشان نقدر نحقق بيها احلامنا وطموحاتنا. حلقة مهمة جدا، استنوني. كنت معاكم النهاردة غادة يسري في برنامج الحياة حلوة على راديو في السكة. شكرا على حسن استماعكم، واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله. سلام.